أهلا بيكم. النهاردة هنغوص في موضوع ممكن يبان تقني قوي، بس هو أعمق من كده بكتير. فلسفة البيانات للمطورين. بالظبط. المصادر اللي اعتمدنا عليها بتلخص أفكار من فلسفة بيانات المطور. الهدف إننا نفهم مش بس إيه هي قواعد البيانات، لا نفهم اللي. إزاي بنفكر في طبيعة البيانات نفسها وعلاقاتها والتحديات كمان؟ تمام. طيب خلينا نبدأ من هنا. يعني إيه أصلا فلسفة بيانات؟ ليه مطور يحتاج يفهم فلسفة؟ مش كفاية يعني يعرف يكتب كود وخلاص؟ هو ده سؤال مهم جدا. الفكرة إننا بنطلع من مستوى التعامل السطحي مع البيانات اللي هو مجرد أرقام وحروف لفهم أعمق. دورنا إحنا كمطورين في تشكيل معنى البيانات دي. المصادر بتقول إن أول خطوة هي إننا نفرق بين مستويات مختلفة بنتعامل بيها مع الواقع. تقصد الفرق بين إيه؟ البيانات الخام والمعلومات ويمكن الحكمة كمان؟ ساعات فعلا الدنيا بتدخل في بعضها. تمام قوي. البيانات الخام دي خلينا نقول الحقائق المجردة، درجة حرارة، اسم، تاريخ، لوحدها كده ممكن ما تكونش ليها لازمة قوي. يعني مجرد نقط متفرقة. نرتبها، نحللها، ساعتها بتتحول لمعلومات. يعني مثلا شوية درجات حرارة على مدار شهر ممكن تديني معلومة عن متوسط الجو. الحكمة دي بقى هي استخدام المعلومات دي عشان ناخد قرار صح. يعني المطور مش بيتعامل مع حقائق مطلقة؟ لا، هو بيتعامل مع تمثيل للحقائق دي، وهو اللي بيديها معنى بالهيكلة والتنظيم. وهنا بتيجي أهمية السكيما. السكيما اللي هي زي خريطة الداتا. ممكن نقول كده، بصي، هي القواعد اللي بتقول الداتا دي شكلها عامل ازاي، ايه انواعها، ايه اللي لازم يكون موجود وما ينفعش يبقى فاضي. دي مش مجرد خطوة تقنية، لا، دي زي ما تكوني بتحاولي تفرضي نظام على فوضى البيانات الخام. كأن المطور بيقول العالم معقد، بس أنا هعمل منه نموذج منظم أقدر أفهمه. بالظبط. وعشان كده أصلا بنحتاج قواعد بيانات، مش بس تخزين، لا، عشان تفرض الهيكل ده، تضمن السكيما يتطبق، وتخلي استرجاع المعلومة المنظمة دي سهل وسريع. جميل. كده فهمنا البيانات ككيانات منفصلة وإزاي بنظمها. بس القوة الحقيقية بتيجي لما نربطها ببعض، مش كده؟ دايما نسمع عن أهمية العلاقات بين الجداول، وإن أكبر غلطة إن الواحد يرمي كل حاجة في جدول واحد كبير وخلاص. تماما. وهنا ندخل في المرحلة التانية من الفلسفة دي، فهم العلاقات. بصي، البيانات لوحدها قيمتها محدودة. القوة بتيجي لما تربطي معلومة بمعلومة تانية. العالم نفسه مترابط، والأنظمة بتاعتنا لازم تعكس ده. تقنيا بقى بنستخدم حاجة اسمها المفاتيح الأساسية أو البرايمري كيز. دي اللي بتميز كل صف في الجدول زي رقم البطاقة كده. بالظبط. وبنستخدم كمان المفاتيح الأجنبية الفورين كيز عشان نشاور بيها على صفوف في جداول تانية. زي مثلا جدول العملاء وجدول الطلبات، كل طلب بنربطه بالعميل بتاعه عن طريق الفورين كي ده. ممتاز. دي بنسميها علاقة واحد لكتير أو one to many. عميل واحد وطلبات كتير. في كمان واحد لواحد one to one، وفي كتير لكتير many to many، زي الطلبة والمواد. الطالب يسجل في كذا مادة والمادة فيها كذا طالب. دي بتحتاج جدول في النص يربطهم ببعض. مظبوط. لو فكرنا في فيسبوك مثلا، هو مش مجرد جدول فيه أسماء الناس، لا خالص، ده فيه جدول للمستخدمين وجدول تاني يقول مين صاحب مين، وجداول للمنشورات والتعليقات والإعجابات. شبكة علاقات معقدة جدا. هي دي اللي بتخلي المنصة تشتغل أصلاً. بالظبط. فهم تصميم العلاقات دي مش بس تكنيك، ده يعتبر فن نمذجة الواقع بشكل كويس. وفكرة نمذجة الواقع دي بتدخلنا في حتة تانية أصعب بقى. لما الأنظمة تكبر وتبقى متوزعة على سيرفرات في كذا مكان، بنسمع دايماً عن صعوبة إننا نحقق كل حاجة، دقة وسرعة وتوافر مستمر. إيه المعضلة هنا؟ دي فعلا أكبر معضلة في الأنظمة الكبيرة الموزعة. وهنا ندخل في المرحلة الثالثة، فهم المقيدات والقيود. في نظرية مشهورة قوي اسمها كاب ثيورم. ببساطة بتقول إن أي نظام بيانات موزع، يعني شغال على أكتر من جهاز والشبكة بينهم ممكن تقطع مؤقتا. اللي هي البارتيشن توليرنس. بالظبط، أيوة. النظام ده بقى لازم يختار بين حاجتين من ثلاثة. صعب قوي قوي يجيب الثلاثة مع بعض بشكل مثالي. التلاتة دول هما التناسق consistency، يعني كل الناس تشوف نفس المعلومة المحدثة في نفس الوقت. والتوافر availability، يعني النظام يرد على أي طلب وما يقولش أنا واقع.
وتحمل التقسيم partition tolerance اللي قلنا عليها. يعني لازم نضحي بحاجة، مفيش حل يجيب كله. في الغالب لازم نفهم إيه الأهم بالنسبة لنا في الموقف ده. هل أهم حاجة المعلومة تكون صح 100% حتى لو النظام هيتأخر شوية في الرد؟ يبقى كده بنختار consistency و partition tolerance على حساب ال availability. بالظبط. ولا الأهم إن النظام يرد عليا دايماً حتى لو المعلومة اللي هيديها لي مش أحدث حاجة بالظبط؟ يبقى كده availability و partition tolerance على حساب ال consistency. تمام. الفلسفة هنا بقى هي الاعتراف إنه مفيش حل مثالي لكل الحالات. الهندسة هي فن إدارة المقايضات دي، وعشان نحاول ندير التعقيد ده بنستخدم حاجات زي الترانزاكشنز. المعاملات اللي هي مجموعة عمليات يا تحصل كلها يا ولا واحدة. أيوة، عشان نحافظ على سلامة البيانات وخصائص الأسيد. acid اللي هي atomicity, consistency, isolation, durability، ذرية، تناسق، عزل، استمرارية. بالظبط، دي ضمانات بنحاول نوفرها عشان نخلي التعديلات على الداتا موثوقة. بس حتى الأسيد دي ليها تحدياتها في الأنظمة الموزعة. المثال بتاع البنك اللي ممكن يقولك النظام مش متاح دلوقتي، حاول كمان شوية، ده مثال كويس. هو هنا بيضحي بالavailability مؤقتا عشان يضمن الكونسيستنسي، يعني الفلوس ما تتلخبطش. بالظبط كده. تمام قوي. يبقى خلاصة رحلتنا دي في فلسفة البيانات إن الموضوع فعلا أعمق بكتير من مجرد كتابة أوامر SQL أو أكواد. هو فهم لطبيعة المعلومة نفسها وإزاي العلاقات بتخلق قيمة، والأهم بقى الاعتراف بالقيود، وإن في مقايضات لازم تحصل في أي نظام حقيقي. تماماً. المطور اللي بيفهم ده بينتقل من تفكير أنا هكتب الكود ده إزاي لتفكير أنا ليه بستخدم الهيكل ده أصلاً وإيه تأثير اختياراتي دي. الفهم الفلسفي ده هو اللي بيخلينا نبني أنظمة مش بس شغالة، لأ، أنظمة قوية ومرنة وتقدر تكمل للمستقبل. وده يمكن يخلينا نفكر في سؤال أخير. لو المقايضات اللي بنشوفها زي بتاعة كاب ثيروم دي هي نتيجة التكنولوجيا اللي نعرفها دلوقتي، يا ترى بقى مع تطور الحسابة والذكاء الاصطناعي وأنظمة لسه حتى مش متخيلينها، إيه شكل المقايضات الجديدة اللي ممكن تظهر؟ وإيه التنازلات الجديدة اللي ممكن نلاقي نفسنا بنضطر نعملها عشان نحقق أهداف جديدة خالص؟ ده سؤال مفتوح للتفكير.